مساء الخير او صباح الخير على حسب ما بتشوف الحلقه. انتشرت اشاعات واخبار في الفتره الاخيره ان شين ماكمان عقده خلص مع الدبليو دبليو اي وانه مضى مع الاي اي دبليو، لكن مواقع كتير نفت الخبر ده، وتوني خان قال بنفسه ان هو ما اتكلمش خالص مع شين ماكمان، لانه الكلام اللي اتقال انه شين ماكمان اتكلم مع مصارع سابق كان في الدبليو دبليو اي، فغالبا كده كان شكله اتكلم مع براين دانيelson، لان براين دانيelson واحد من الاداريين في الاي اي دبليو بجانب المصارعه اللي هو بيلعبها، لانه كمان كان في 2016 كان ماسك اداره عرض سماك داون مع شين ماكمان، فكان في بينهم صداقه وشغل مع بعض. فتعالوا نتكلم بقى ايه اللي ممكن يحصل لو طلع الكلام ده بجد وشين ماكمان فعلا انضم للاي اي دبليو. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، ويلا بينا. من اول الحاجات اللي ممكن تحصل بالنسبه لشين ماكمان مع الاي اي دبليو، وهو في حاله ان هو لو لعب ماتشات هيبقى عنده فرصه كبيره ان هو يقدم الحركات الخطيره بتاعته، زي ما انتوا بتشوفوا ممكن ينط من الدور الخامس عادي ويتشقلب في الهواء، فما عندوش مانع بالرغم من سنه الكبير، فهيقدر يؤدي الحركات الخطيره بتاعته بدون اي قيود، وهتقدر تشوف منه ماتشات اكتر قوه واكتر عنف، وكل ده لو في حاله انه ظهر عشان يلعب مصارعه تاني. الحاجه التانيه ان هو ممكن يكون مسؤول في الاداره، وساعتها دوره هيبقى كبير، فهيعرف يحط افكار لفريق الابداع وخطط برضه للاتحاد، لانه اتحاد الاي اي دبليو ناقصهم تسويق كبير وتوسع اكتر في ان هم يخرجوا بره الولايات المتحده علشان يعمل عروض بره، وده هيجيب لهم تسويق اكبر، فهم محتاجين حد فعلا يساعد الاتحاد ده بان هو يكبر ويتوسع اكتر وينتشر اكتر. وطبعا شين ان فينس ماكمان عنده افكار كتير يقدر يساعد بيها الاتحاد، ومسؤوليته في الاداره دي ساعتها هتكون كبيره جدا بالنسبه للاتحاد وهيقدر يساعدهم. اما تالت حاجه بقى، وجود شين ماكمان في الاي دبليو ممكن يبقى بوابه وتحضير لظهور فينس ماكمان اصلا الاب، وهتبقى مفاجاه كبيره جدا ان فينس ماكمان يظهر في الاي دبليو، وساعتها تبقى اكبر ضربه تتوجه للدبليو دبليو اي، ولان كمان اصلا فينس ماكمان مفيش حاجه خلاص تربطه بينه وبين الدبليو دبليو اي، وباع كل الاسهم بتاعته، وطلعت بعض الاشاعات في الفتره اللي فاتت ان هو ناوي يفتح اتحاد، بس كلها مجرد كلام، فليه ما تكونش الضربه بتاعته اصلا ان هو يخش شريك في اتحاد الاي دبليو، وساعتها ده فعلا هيبقى حدث كبير قوي يحصل في عالم المصارعه كلها. اتحاد الاي دبليو محتاج يعمل حدث كبير قوي جدا بالذات اليومين دول، لان الريتم بتاعهم وقع قوي الفتره دي، والمشاهدات عليهم بقت اقل من الاول، واللي زود كده كمان ان دبليو دبليو اي الفتره دي عرف يشد الجمهور ليهم بالاحداث اللي عملوها قريب، زي ظهور الوايت 6 وانكل هاودي في عرض الرو، والناحيه التانيه في سماك داون قصه البلاد لاين بظهور جيكوب فاتو. فيا سلام بقى لو حصلت المفاجاه وظهر شين ماكمان في الاي دبليو، ويا سلام بقى لو راح مع ابوه عم فينس سيفت ده، مع اني ما بطيقش الراجل ده، وظهوره طبعا الفتره دي هيبقى صعب جدا بسبب كميه المشاكل والقضايا اللي عليه، بس فعلا لو دي حصلت هيبقى حدث كبير جدا وهيلفت كل الانظار للاتحاد الاي دبليو، والاي دبليو فعلا محتاج ان هو يكبر شويه، فساعتها هتحصل حرب بين الاتحادين زي زمان كده بين الدبليو دبليو اي والدبليو سي دبليو. اتمنى حاجه زي كده فعلا تحصل. نروح بقى لاخر حاجه ممكن تحصل. عيلة ماكمان لو اتحكمت في إدارة الاتحاد وتوني خان يركز في البيزنس بتاعه ويفكه من إدارة الاتحاد ويخليه بس كمالك ليه، ساعتها بقى الأفكار المكمانية هتطلع وهيعرفوا يعلوا الاتحاد ده ويرفعوه، وطبعا اللي عارف مصارعة هيبقى من مصلحته إن الاي دبليو يكبر أكتر وأكتر ويبقى منافس كبير جدا فعلا للدبليو دبليو اي، لأن هو بيدي فرصة كبيرة للمصارعين اللي بيتظلموا ويدفنوا في اتحاد الدبليو دبليو اي وما بيعرفوش ياخدوا الفرص بتاعتهم، فالاي دبليو هيقدر يديهم الفرصة دي. وعندك برضو مصارعين كبار زي ايدج وزي براين دانيelson، دول ما حبوش يكملوا مع الدبليو دبليو اي وراحوا للاي دبليو، وفعلا حاجة زي دي لما بتحصل مصارعين كبار يروحوا الاي دبليو بيخلي الدبليو دبليو اي من الناحيه الثانيه يرفع المستوى العروض بتاعتها، وده هيخلي فيه توازن بين الاتحادين بسبب ان كل واحد عايز يعلي على التاني، وعشان كده بقول ان احنا كمشاهدين احنا اللي هنستفيد من المنافسه دي، فهتستمتع بالعروض اللي بعد كده هتشوفها قدام، وعشان كده هي دي من الحاجات اللي اتمنى انها تحصل، لانها تخلي الاتحادين يقدموا منافسه قويه جدا وكل واحد يقدم عرض قوي. السؤال بقى الاهم، امتى ممكن يظهر شين ماكمان؟ هو ده مجرد توقع لان هو ممكن يظهر وممكن ما يظهرش، فاقرب فرصه ممكن يظهر فيها شين ماكمان وهو عرض فوربيدن دور اللي جاي، يا اما ممكن يطلع الوايلد كارد قدام جيف جاريت في التورنمنت بتاعت اوين هارت واللي هو عرض داينامايت اللي جاي. وهنا اكون كلمتكم على التوقعات اللي ممكن تحصل لو شين ماكمان انضم للاي دبليو، فماذا لو انضم شين ماكمان فعلا للاي دبليو؟ اكتبوا لي تحت في التعليقات اللي ممكن يحصل وتوقعاتكم ايه. وهنا نكون خلصت. سلام عليكم.